متابعيني أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلاتنا السورية الشهية. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة رح نسوي مع بعض الفطاير بالدجاج مع الخضار بعجينة هشة وطرية ومن دون بيض. خلينا نروح لطريقة التحضير. أنا هون بحتاج لأربع أكواب من الطحين، رح أضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح ورح أضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر. كمان بحتاج لكوبين حليب ولمعلقة خميرة، رح احطهم على جنب لحتى يضاعف عندي حجمهم. هيك شايفين انا هلا هون ضفت كوبين حليب وحطيت عليهم معلقة خميرة مع معلقة سكر لحتى تتفاعل عندي. هلا هون كمان بحتاج لنصف كوب من الزيت النباتي. هلا هيك انا رح ضل اعجن لحتى تتكون عندي العجينة وضيف الزيت تدريجيا. شايفين بهذا الشكل هيك تضل مستمرة لحتى أحصل على عجينة طرية ومتماسكة. هلا هيك شايفين مثل ما قلت لكم اني بضيف الزيت تدريجيا. هلا هيك بعد ما صارت عندي العجينة جاهزة، هلا رح خليها لمدة ساعة لحتى يتضاعف عندي حجمها ونسوي مع بعض باقي المراحل. هلا أنا هون بدي سوي الدجاج. هلا أنا هون ضفت سمنة وضفت زيت نباتي. هلا أنا هون الدجاج مقطعته قطع صغيرة عشان يستوى معي، غاسلته بالخل. شايفين بهذا الشكل هيك. هلا أنا هون تقريبا عندي صدرين دجاج فرمتهم بهذا الشكل. هلا هيك رح خليهم على النار. هلا هني بيطلعوا مي، بالمي تبعتهم هني اللي رح يستووا فيها الدجاج. هلا هيك على درجة حرارة مرتفعة. هلا هيك رح ضل قلبهم لحتى يتغير عندي لونهم، وشايفين كيف بهيدا الشكل. هلا هيك كل هيدا هو على درجة حرارة عالية، ماني منوصة أبدا عليهم لحتى يروح عندي هلا المي لحتى نضيف باقي المكونات. شايفين هلا هيك بعد ما نشفت عندي المي، هلا رح ارجع اضيف شوي من زيت النباتي. هلا هيك انا الدجاج استوى عندي تمام. هلا رح اقلبهم هيك، وهلا بدي اضيف بصل. انا هون فارمة بصلة كبيرة وعندي دجاج بابريكا 3 اشكال 3 الوان. هلا كمان هيك رح احركهم مع بعضهم. شايفين بهذا الشكل. هلا بدنا نضيف البهارات. هلا هون رح اضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاحمر. هذا بيجي حاد. رح اضيف تقريبا معلقة كبيرة من الكركم. هلا كمان رح اضيف الملح كمان على حسب الرغبة. ورح أضيف هلأ كاري، ورح أضيف كمان كلهم مقدار معلقة كبيرة، ورح أضيف زنجبيل، ورح أضيف هيل ناعم. البهارات على حسب الرغبة اللي انتو بتحبوا نوع البهارات. هلا هيك صار عندي الدجاج جاهز. شايفين بهذا الشكل. هلا هون العجينة صارت عندي جاهزة. شايفين قوامها كيف بهذا الشكل. هلا العجينة رح اقلبها رح اقسمها عفوا على قسمين بهذا الشكل. هلأ نحطها على جنب ونبلش نشتغل بأول عجينة. هلأ بهذا الشكل. هلأ هون رح رش على الطحين ورح افردها لأنه أنا هلأ بدي احطها بالصينية. شايفين بهذا الشكل هيك. إذا ما بدكم تعملوها دغري بالشوبك أو ها فيكم تحطوها بالصينية ودغري تفردوها أول طبقة. هلأ هيك أنا حطيت ورق زبدة. هلأ رح قيمها ورح احطها بالصينية ورح ظبطها على كل الصينية. شايفين بهذا الشكل. شايفين العجينة كيف ما شاء الله طرية. هيك هلأ بفردها بإيدي لحتى تطلع عندي متساوية. هلأ نحط على إيدي دهنة زيت وافردها بهذا الشكل. نظبط الأطراف، أهم شي الأطراف عندي لأنه هلأ أنا هون الأطراف بدي لما أعمل الطبقة التانية بدي لزقهم كتير منيح مع بعضهم. هلأ أنا هون رح أجيب شوكة مشان كل شي هواء أو فقاعات يروح من العجينة. هلأ بدنا نضيف طبقة الدجاج اللي عملناها. عن جد مو قدرانة أوصف لكم الدجاج طعمته وريحته عن جد بتجنن.
يعني عن جد نكهته لا تُقاوم وريحة يعني معبية البيت عن جد نكهة الدجاج اللي عملناها. هلأ هيك أنا عملت طبق دجاج رح أحط هلأ جبنة، جبنة البيتزا هي اختيارية بس عن جد كتير بتعطيكم نكهة طيبة. هلأ هيك رح أحطها على جنب ونسوي مع بعض الطبقة التانية من العجين نفس الطريقة، رح نفردها بهذا الشكل، رح رشرشة بسيطة على الوجه. هلأ هون الطبقة التانية لازم نعملها بهيدا الشكل عشان إنه في متل ما شفتوا عملنا طبقة دجاج فلازم تكون فاردينها، إذا بدكم على ورق زبدة أو على هيك قطعة بلاستيكية. هلأ بدنا نضبط كمان العجينة على الوجه ونقيم كل شي قطعة عجين زايدة ومنضبط هلأ الوجه متل ما إنه واضح عندكم بالفيديو. عن جد طريقة سهلة وبسيطة عن جد وبتصير معاكم بكل سهولة. هلأ بدي بلش لزق الأطراف مع بعضها، شايفين بهذا الشكل. أهم شي إنه نلزق الأطراف كتير منيح. ضل هيك مستمرين لحتى يتلزقوا معنا الأطراف، يعني لازم تلزقوهم عشان ما يفتحوا معاكم بالفرن. عن جد سهلة وبسيطة، يعني أنا ما بدي شغل كتير بالعجين، دغري هيك بتمدوها وبتزبطوها. شايفين هيك هلأ بهيدا الشكل تقريبا صارت عندي جاهزة. هلأ بدنا ننتقل للمرحلة اللي بعدها. هلأ المرحلة اللي بعدها إنه هون بدنا نقطع، يعني شايفين إنه بس إنه نعمل الطبقة الفوقانية نحدد التقطيع اللي نحنا بدنا نقطعه بهذا الشكل هيك رح ضل مستمرة. وهلأ بدي كمان أدهن وجهها بالصفار البيض وبشوية حليب، شايفين هلأ هيك بهذا الشكل. كمان بدنا نضيف عليها حبة البركة أو سمسم كمان هيدا اختيارية، يعني عن جد ما بتاخد معاكم وقت كتير بالفرن، يعني ما تقريبا دغري بتستوي معاكم. شايفين هلأ هيك بهذا الشكل أنا بدهنها وبضيف عليها حبة البركة والسمسم وبدخلها على الفرن على حرارة 180 من فوق ومن تحت. وهلأ بفرجيكم إياها كمان بالفرن. شايفين هلأ هيك برش عليها من حبة البركة. وهلّا هيك برش عليها السمسم وبادخّلها على الفرن على حرارة 180. شايفين هلّا هيك بقلب الفرن. وهلّا هيك بعد ما طلّعتها من الفرن، هلّأ بارجع باقطّعها شوي هيك بالسكينة محل اللي حدّدنا التقطيع. شايفين بكل سهولة بهذا الشكل. شايفين ما شاء الله كيف أخدت اللون الذهبي. عن جد طلعت يعني عن جد شكلها وعن جد الريحة لا تُقاوم وطعمتها عن جد كتير كتير طيبة. فشايفين هلّأ هيك بهذا الشكل. هلّأ رح أفرجيكم إياها من الداخل. وهلّأ هيك بعد ما طلّعت منها قطعة شايفين العجينة كيف قطنية وهشة ومنظرها عن جد بيجنن القطعة. يعني الخضار مع الدجاج عن جد مع الجبنة عن جد الشكل عن جد بيحكي. فإن شاء الله يا رب هيك يكون عجبكم فيديو اليوم وعجبتكم طريقتي لعمل فطيرة الدجاج بالخضار. عن جد تستحق التجربة. وشايفين ما شاء الله شو طرية مثل ما قلت لكم واخدة اللون الذهبي من جميع الأطراف. وإن شاء الله يا رب يكون عجبكم فيديو اليوم وبشوفكم فيديوهات جديدة. سلام.